السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في قناة أفكار أم يوسف. إذا اليوم حبيبتي كما شفتوا وصفتنا لنهار اليوم هي بسطيلة الحوت. إذا تبعوا معنا حتى نهاية الفيديو باش نتعرفوا على طريقة التحضير وعلى المكونات. إذا لوصفتنا لنهار اليوم نحتاج إلى كمية من السمك. هنا عندي 100 غرام من الكالامار، 100 غرام من الكروفات، وقطعة من السمك الأبيض. بالنسبة للحشوة عندي المعدنوس، عندي بصل مقطع رقيق، وعندي قطعة من القرص مرقد، عندي كذلك البهارات اللي هي الكمون، الفلفل الأسود، الملح، آه، رأس الحانوت، وكذلك الزيت. كذلك عندي الشعرية الصينية، راح نحطها لهنا في الماء مغلي ونخليها على جهة. بالنسبة للكروفات هذيك اللي كنت قشرتها راح نحطها تغلي في الماء، وهذاك الماء اللي تحصلت عليه راح نزيدو للحشوة تاع البسطيلة. وهذا هو يعني السر اللي يخلي نكهة الحوت يعني زايدة او تبان بزاف في البسطيلة تاعنا، حتى ولو كان يعني عندك الحوت قليل. إذا كما شفتوا البنات يعني أنا ديت شوية من هذيك الحشوة، حطيتها في المقلة، وضفت لها هذاك الحوت اللي عندي، اللي هو عبارة عن كما قلت لكم القليل من الكالامار، القليل من الكروفات، وكذلك يعني القليل من السمك الأبيض. يعني انتم تقدروا تستعملوا أي سمك موجود عندكم. راح نخليهم يتقلاو مع بعض باش يمتزجوا هذوك يعني الأسماك بهذيك الرائحة تاع هذيك الحشوة، وتابعوا معايا بقية التفاصيل. هنا بالنسبة للشعرية الصينية يعني بعد كما قلت لكم حطيتها في الماء مغلي وخليتها، ضفت لها لهنا القليل من هذيك الحشوة يعني اللي بقات، راح نخلطها جيدا ومن بعد راح نضيفها للخليط. إذا لهنا البنات بعد ما حطيت هذيك الشعرية الصينية للمكونات الأخرى، راح نخلطها جيدا باش تمتص جميع هذيك المكونات، وراح نضيف لها هذاك الماء اللي كنت قلت لكم عليه يعني من قبل، اللي هو عبارة عن قشور تاع الكروفات اللي راح تعطي مذاق يعني ساطع للسمك. وهذا هو السر اللي راح يخلي يعني البسطيلة تاعك حتى ولو كان ما عندكش يعني كمية كبيرة من السمك يعني فيها ذوق الحوت. لهنا البنات راح نخليها يعني تتغلى شوية بعد ما تطيب لي هذيك الشعرية الصينية، وبعد ما تنشف راح نطفي عليها وراح نفوتوا للمرحلة الأخيرة. أما بالنسبة للورق أو الديول يعني لهنا البنات أنا استعملت يعني ديول تاع المشريين. انتم تقدروا تستعملوا يعني ديول اللي نستعملوها في الدار. لهنا كما شفتوا البلا تاعي راح ندهنه يعني على كل الجهات بالزيت أو بالزبدة. انا لهنا البنات بديت نحط في الورق تاع الديول او الورق تاع البسطيله على المول تاعي. انا لهنا استعملت مول مستطيل، يعني نتوما تقدروا تستعملوا صينيه مدوره يعني نورمال. بالنسبه لهنا كما قلت لكم يعني راح نحط ورقه على كل جهه من الجهات تاع المول، وراح دائما ندهن بالزبده باش يعني تجيني من بعد هذيك البسطيله تاعي تجيني مقرمشه. وبعد ما نكمل نستف هذوك الاوراق تاع البسطيله او الديول يعني على الجوانب، راح نحط ورقه في الوسط. وهنا البنات راح نحط هذيك الحشوه اللي كنت وجدتها قبل تاع البسطيله، وراح نغلق البسطيله تاعنا من خلال هذوك الجوانب تاع الورق تاع الديول او الورق تاع البسطيله. راح ندهنهم مليح بالزبده او بالزيت، وراح نغلق البسطيلة تاعنا في النهاية بورقة تاع الديول. وراح نحاول اني يعني ندخلها في يعني مليح في الجوانب وندخلها من تحت باش نتحصل يعني على ديكور مليح. وراح نحطها في الفرن حتى نشوفها يعني احمرت من الفوق ومن تحت. ومن بعد راح تحطيها يعني في الطبق تاع التقديم وراح تزينها كما تحبي. هنا البنات راح نخلي لكم يعني طريقة يعني اللي قفلت بها البسطيلة تاعي. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، وما تنساوش يعني اللي مازال ما اشتركش في القناة نتمنى انه يشترك في القناة باش يوصلوا كل ما هو جديد. وما تنساوش كذلك تشجعونا باللي لايك. انا لهنا كيما شفتوا البنات يعني زينتها ببعض يعني حبات تاع الكروفات اللي كانوا بقاولي.
كذلك شوية تاع طماطم. تقدري تستعملي يعني أي حاجة باش تزيني بها البسطيلة تاعك. نتمنى أنها عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم، واللي عجبته الوصفة ما ينساش يشترك في القناة باش يوصلوا كل ما هو جديد. وما تنسوش تشجيعنا باللي لايك واللي كومنتير. وفي نهاية الفيديو نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.